وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم. جاءت تجري وهي تقول زم زم. وإذا هنا ما يبقاش دايز التحية. عظيم. إلى أن يقول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم. بالطبع وبدون تفكير وفعل غير جائز بالبتة البتة، كما يقول العرب، فعل غير جائز. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا رحم الله عبدا اشترى سمحا وباع سمحا. سين ولي. في هذه الحلقة غادي ندويو على العيد الكبير. بزاف ديال الأسر كتفكر كيفاش تشري الحول، واش من نوع ديال الحولات تشري، واش تشري حول كبير ولا حول صغير، واش السردي ولا البرقي، واش تعيد ولا ما تعيدش. لهذا السبب معنا الشيخ الدوق كما العادة باش يجاوبنا على الأسئلة ديال العيد الكبير. سي الدوق، مرحبا بك. بارك الله فيك. العيد الكبير ولا هم كبير عند المغاربه، خصوصا انه ولا كيتلاقى مع سيدنا رمضان اللي كتصرف فيه الناس بزاف ديال الفلوس، ولا كيتلاقى مع ديك المدرسه العطله ديال الدراري الصغار، يلا كتسالي العطله مخرج الدراري مسافر بهم، كيجي العيد الكبير. من وراء العيد الكبير كتكون واحد المصاريف اخرى خاصو يخلصها، الصيف وهذا. كيفاش نقدروا نقول لهاد الناس شنو هو العيد في الاسلام؟ ما هو العيد؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من سار على نهجه ودربه إلى يوم البعث واليقين. بالنسبة لهذا الموضوع، هو موضوع عيد الأضحى، بالدارجة العيد الكبير. وللإشارة الإسلام فيه عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. وينبغي وخصنا نفكروا مزيان في الأعياد اللي في الإسلام. غالبا الأعياد اللي في الإسلام تأتي بعد حدث مهم. عيد الفطر يأتي بعد الصيام. حدث الصيام، شهر رمضان. وشهر رمضان وقع فيه أعظم حدث الذي غير تاريخ بشرية، وهو نزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وحين يتم المسلمون صيام هذا الشهر بأجوائه الربانية وبطقوسه وب يختتم تتويج ديال هذا الشهر، هو عيد الفطر. ولاحظ معي على أن عيد الفطر تسن فيه سنة مؤكدة، وهي صلاة العيد. صحيح. عيد الأضحى يأتي كذلك تتويجا لشعيرة تعتبر الركن الأخير والركن الخامس من أركان الإسلام، اللي هو الحج. سبحان الله. تتويج الحج بالعيد. بعيد الفطر، بعيد الأضحى عفوا. وهذا العيد كذلك من سنته صلاة العيد. إذن هذا أولا. ثانيا، ينبغي قبل أن نجيب على هذه المتاعب أو هذه المشاكل أو الهموم التي أصبحت عند الناس اليوم، ينبغي أن نتأمل في فلسفة العيد. ما معنى عيد الأضحى؟ هو من الأضحى ومن الأضحى جاءت الأضحية، والأضحية قد تكون منها التضحية. وحين نرجع إلى التاريخ ونسأل القرآن الكريم، نجد على أن هذا عيد الأضحى جاء نتيجة أو خلد قصة أو ذكرى لنبي من أنبياء الله اتخذه الله خليلا، إبراهيم خليل. وابنه إسماعيل. إبراهيم خليل، هذا أحسن الله إليك. وابنه لم يلد ولم يرزقه الله بالأبناء إلا بعد أن بلغ من الكبر عتية. ولما كبر الرجل بشره الله
بغلام. يقول الله تعالى: وامرأته أن يقول في القرآن الكريم: صكت وجهها وقالت عجوز عقيم ألد وهذا بعلي شيخا قالوا أو تعجبين من رحمة الله. المهم إلى آخر جاءت البشارة بالولادة بعد أن بلغ الزوج والزوجة من العمر مبلغا رزقهم الله بهذا الابن. ولما بلغ هذا الابن إلى درجة أن يصبح مساعدا لوالده، وأصبح الأب في حاجة إلى هذا الابن باش كنقولوا بالدارجة باش يعاونه ويوقف معاه، مم. يرى إبراهيم عليه السلام في رؤيا أنه يذبح له، صحيح. وتتكرر هذه الرؤيا تتكرر كتعاود. ويعلم كتعاود هذه الرؤيا كتعاود ما مرة ما جوج هو ما فاش ثلاثة كيشوف هذا الرؤية، حيت الانبياء الرؤى ديالهم كتكون جيد أحسن الله صحيحة، إليك. ماشي حلم ولا ورؤيا الأنبياء كما قلت رؤيا الأنبياء وحي. فاش كيشوفها كيطلب سيدي ربي انها ما تكون صحيحة ولا كيشوفها كيتغاضى عليها ولا شنو قال شنو هنا السبب باش بقاش كيشوفها ويعاود يشوفها ويشوفها ويعاود يشوفها. هنا ملي تعاودت معاه بزاف المرات جا عند ولده، وولده يعني تبتات عليه. تربى في كنف أبيه، بمعنى أنه كيعيش. دابا نفهموا هاد القضية. سيدنا إسماعيل كيعيش في واحد الجو، في واحد البيت ديال النبوة. بوه نبي، أمه حتى هي زوجة نبي. إذا القرآن ما عاودش لنا علاش حاجة، بمعنى أنها غادية في الاتجاه ديال الزوج ديالها. إذا عايش في واحد المحيط ديال النبوة. قال الأب اللي هو سيدنا إبراهيم: يا بني، هذه كنتعلموا منها عاوتاني الاستشارة والحوار مع الأبناء. ماشي غير هو نبي شاف الرؤيا أجا نطبق. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. إذن الأولانية بعد اللي خصنا نتعلموا احنا كيف نتعامل مع أبنائنا، نتحاوروا معهم ونتشاوروا معهم وناخذوا الرأي ديالهم. شوف أب هو الأول أبو النبي ويعلم أن رؤياه وحي ويستشير مع ابنه فانظر ماذا ترى. والابن نظرا لأنه تربى في بيت النبوة يعلم على أن أباه نبيا وأن رؤياه وحي، فيقول: يا أبتي افعل ما تؤمر. فاعتبر أن الرؤيا أمر، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الذي يهمنا هو أن هذه التضحية تأمل معايا مزيان. الرد ديال سيدنا إسماعيل. الرد ديال سيدنا إسماعيل الجواب ديال أو المشورة ديال سيدنا إبراهيم لابنه. إذن إلا بغينا نخرجوا بنتيجة اش كنقولوا؟ ابتلى الله إبراهيم في ابنه وهو في أمس الحاجة إليه. إذن هذا ابتلاء، بدليل أن الله غيجي وغيقول في السورة: إن هذا لهو البلاء العظيم. صحيح. الله كيقول إن هذا لهو البلاء العظيم. إذن ابتلى الله إبراهيم، اختبر الله إبراهيم. سيدي ربي دار الاختبار والامتحان لسيدنا إبراهيم. اش كنقولوا حنا؟ في كبدته، في طريف من الكبده في كبدته، هو اللي عنده. صحيح. باقي ما عندوش شي حد اخر ومحتاج ليه، والراجل كبر ومحتاج لهذا الوليد. وابتلى الله إسماعيل في نفسه. إذن هذا الأب يمتحن في ابنه وهذا الابن يمتحن في نفسه. هل سيطيع أمر الله أم لا؟ إذن الأب كيتشاور مع ولده وولده كيقول لي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن قضي الأمر. فأراد إبراهيم أن ينفذ الأمر، حيث أمر ديال الله أن ينفذه في ابنه. سيدنا إبراهيم أخذ السكين وذهب بابنه ليذبحه المذبح. يقول القرآن: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا إن هذا لهو البلاء العظيم، إلى أن يقول الله تعالى: وفديناه بذبح عظيم. بمعنى في هذه القضية هذه
كاين اللي كيقول لك أن سيدنا إبراهيم إبراهيم دوّز الموس على ولده آه وما آه ذبحش. آه كاين اللي كيقول قبل ما يدوّز الموس جا وأنا أقول أنه دوّز الموس والموس لم يذبح. هذا ما علاش؟ لأن الله تعالى كل شيء بأمر الله. السكين فيه خاصية ديال الذبح، آه، سلب الله من السكين خاصية الذبح. كل شيء بأمر الله. أمر بسيط كل شيء جدا. بأمر علاش؟ الله. من خصائص النار الإحراق. وإحنا ديما مع واحد الشخص سميتو إبراهيم عليه السلام. أي نهار اللي دار هذيك القصة اللي كيعلموها المسلمين كاملين، مع وأراد به قومه كيدا، وداروا ليه جهنم في الدنيا، وداروا ليه النار عذبوا ديك النار بزاف. باش يلوحوه فيها. زعما هو راه النبي ديالكم غيدخل جهنم في الدنيا. ولاحوه فيها. يا نار ما كوني يمكنش بردا وسلاما. ما يمكنش يتزقل. إذا تلاح وسط النار. وهنا لابد أن أذكر مسألة مهمة حتى نعلم ما معنى اليقين بالله. في الله تعالى، وما معنى حسن اليقين في تدبير الله عز وجل. صحيح صحيح. أن اللي يقلب الله وآمن بتدبير الله لن يكون إلا خيرا. ونعم بالله. وإبراهيم ملقا من السماء، ملقا في تلك الحفرة العظيمة التي أصبحت كلها نارا، حتى يقول المؤرخون ويقول المفسرون أن ذيك النار اللي شعلوها أصبح ذوك الطيور التي تطير في السماء من شدة لهب النار تسقط في النار. صحيح. وهو جاي لقاو به داروا ليه بحال الشكل ديال البوجي في ديك الوقيته، بحال المونجانير، ولاحوا فيه. جاء جبريل وإبراهيم يعلم أن ذاك جبريل، وقال جبريل لإبراهيم: ألك حاجة إلي؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. أما إليك أنت يا جبريل، وهو يعلم أنه رئيس الملائكة وأنه الملك المكلف بالوحي. قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. فقال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا اختبار من الله. شوف أثناء الشدة صافي ما رميت. إذن هذا الإله، هذا الرب، هذا الله الذي سلب من النار خاصية الإحراق هو الذي سلب من السكين خاصية الذبح. سبحان الله. إذن مرر على ابنه ولم يذبح السكين. قال الله تعالى: إن هذا لهو البلاء العظيم وفديناه بذبح عظيم. فأنزل الله تعالى الكبش من السماء. الكبش الذي نزل. كاين الناس اللي كيقول لك أن الكبش الذي أنزل من السماء هو الكبش الذي أهداه ابن آدم منسجم تماما. هابيل. نعم. في نعم. الأول يعني نعم. نفس الكبش هو اللي تم نعم. إنزاله أو لا؟ نعم. نعم. أو لا شوية ممكن حتى إلا قلنا واش غير استنتاج أو لا كاين شي دليل عليه؟ حتى إلا قلنا هذه راه تكون منسجمة. الكبش الذي قربه أحد ابني آدم، فقرب أحدهما قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. أحدهما أهدى كبشا سمينا فتقبله الله تعالى، ومن علامة قبوله أنه صعد إلى السماء، والآخر أهدى قمحا رديئا فلم يتقبل منه، فكانت أول جريمة في الأرض. على أي حال، إذا لا يستبعد أن يكون نفس دليل قاطع، ولكن يمكن أن يكون هذا هو الكبش الذي قدمه، ويمكن أن يكون كبشا ابتداء من عند الله عز وجل. قلنا مرر السكين فلم تقطع، وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم. ليهم هل هذا الذبح هو الكبش الذي قدمه أم كبش آخر؟ لا، المسألة ليست ذات بعد عميق. وكل شيء فديناه. زعما واش تبدل الولد في البلاصه بذبح بهذاك الكبش، او لا غير نزل الكبش نزل الكبش وأمر إبراهيم بأن يذبح الكبش مكان ذبح إبراهيم. ومن منذ تلك اللحظة أصبح ذبح الكبش سنة مؤكدة منذ عهد إبراهيم.
إلى يومنا هذا. إذن ما معنى عيد الأضحى؟ هو التضحية. عيد الأضحى هو عنوان التضحية. هو أيها المسلم، أيها الذي يريد أن يضحي، بما ضحيت لله عز وجل. قبل أن تشتري الكبشة أو البقرة أو الماعزة أو الجمل أو الإبل، بما ضحيت؟ هل ضحيت بشهواتك لله عز وجل؟ هل ضحيت برغباتك لله عز وجل؟ هل ضحيت بطمعك لله عز وجل؟ بما ضحيت لله عز وجل؟ لأن هذا ضحى بابنه والآخر ضحى بنفسه، وأنا وأنت بما ضحينا. صحيح. فطلب منا الله عز وجل وجعل الإسلام ذلك سنة مؤكدة. لماذا؟ لنستحضر، باش تحضر معنا هذه القصة. وملي تحضر معنا هذه القصة نقولوا حنا بما نضحي بالكبش، صحيح، ولكن بأي شيء آخر من غير الكبش. ثم لتكون تلك الأضحية ولتذكرنا تلك الأضحية بمن ذهب إلى الحج فقد ذهب، ومن لم يذهب فعليه أن يقتدي بالحاج طيلة تلك 10 أيام. ومن هنا جاءت سنة. بزاف ديال الناس كيسولوا على شكون اللي خصو يديرها. خصو يديرها اللي غيضحي، بمعنى هذاك السيد اللي غيشري الأضحية اشنو غيدير؟ اش يدير؟ يتشبه بالحاج. كيف يتشبه بالحاج؟ الحاج ملي كيحرم بالحج في هذيك المدة لا يقطع أظافره، لا يتطيب، لا يحلق شعره. بمعنى ما يمنع على الحاج يمنع على الذي يضحي، وليس على أسرته كلها. مول الضحية اللي غيشري الضحية خصو يتشبه بالحاج. زائد مسألة مهمة جدا، على أن لتمام القصة، إبراهيم ملي تم غادي بولده، حيت خصو يدير واحد المكان باش يذبحو، ملي تم غادي به جا الشيطان الأكبر، إبليس، الذي امتنع عن السجود، إبليس. جاء وقال: يا إبراهيم هل جنيت؟ ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، من شياطين الإنس والجن. إذن جاء الشيطان الأصلي الأولاني وهو يقدم النصيحة لإبراهيم: يا إبراهيم ما تفعل؟ هذا ابنك والذي تحتاجه وكذا، أجننت؟ أمام يريد أن يصده عن تنفيذ أمر الله عز وجل. فرماه إبراهيم بالحجر، رجمه، تبع معه. إذن اش كنقولوا بالدارجة ما صور من سيدنا إبراهيم والو. هي هذيك الرمية ديال الجمر. تا الله يرحم والديه. ذهب إلى إسماعيل، بكرة واقيلا حماق 16 شنو هو هادشي، فرجمه إسماعيل. ويولي عندنا ما صور لا من إبراهيم ولا من إسماعيل. قالت لي الحلقة الأضعف في نظري هو في مشى عند أم إسماعيل. قال: إن ابنك جنين وزوجك جنين، فزوجك يريد أن يذبح ابنه، ما هذا؟ فرجمته أم إسماعيل. وهذا الرجم هو المعمول به في الحج. كنقولوا رجم الشيطان. سبحان الله. العقبة الأولى والعقبة الثانية، الجمرات وكذا، هذا اقتداء بهذا الفعل ديال إسماعيل وإبراهيم وأم إسماعيل. واخا غنخرجوا شوية، سمعت الصفا والمروة اقتداء إذن في الأول. إذا لاحظ معي على أن القصة كلها من البداية ديالها مع سيدنا إبراهيم، ترتبط بسيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم حين جاء بأهله: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اش كنقولوا حنا بالدارجة؟ الخلا والقفار. لا طير يطير ولا سائر يسير، الرمل والجفاف والخلا والقفار. هنا الله قال لي حطهم هنا، وهاجر وابنها إسماعيل والوليد صغار، واستدعاه الله لأمر من الأمور. ذهب إبراهيم
وهاجر وليدها الصغير تما، فقالت يا ابراهيم، نادته وابراهيم وفين غادي ثم في الاخر بحال واعس فهمت. وهي تقول الله امرك بهذا؟ اشار براسه ان نعم. قالت المراه امرأة. قالت المراه المراه باش العاقله. نعرفوا المراه المرأة ديال بصح. منذ بدايه التاريخ. فقالت المراه اذا فلن يضيعنا. الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا اليقين لن بالله. يضيعنا، اليقين. اليقين في الله عز وجل. وتركه وابنها. ها هو اليقين في الله، ولكن واش بركات بقات كتسنى اليقين؟ ثم هذه حتى هي واحد الحاجه اللي ثم احتاج الابن الصغير الى ماء، وربما احتاجت امه الى الماء ولا ماء. فذهبت الى صخره اللي هي سميتها الصافا، وصخره اخرى اللي هي سميتها المروه، هما اللي باقيين الان في الحج. كتمشي لهاد الصخره وكتطلع فوق منها كتشوف وتترقب تنظر واش بالها واش شي ما، واش كاين شي بير، غيجي شي حد ولا شي ما ولا الله اعلم. المهم كتشوف اش كاين ولا ترى شيئا، وترجع الى الحجره الاخرى او الصخره الاخرى وتصعد فوقها وتنظر تشوف واش يمينا كاين شي قبيله، وشمالا شي نار، شي حاجه، شي قافله. لا شيء. وترجع 7 مرات. في المرة السابعة نبع الماء من تحت قدمي إسماعيل ماء قويا، سبحان الله. فجاءت تجري وهي تقول زم زم زم. يعني في العربية أي كف، احبس. بحال اللي كنقولوا حنايا زم فمك. زم فمك، حبس فمك. سبحان الله. عربية دي عربية فصحى. قالت زم زم يعني احبس احبس. يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله أمنا هاجر، لولا قولها زم زم لكانت الجزيرة كلها غرقات. كلها وديان بها، ما كانش تكون صحراء قاحلة. ونبع ذلك الماء يعني فاش قالت زمزم شنو طرا؟ الماء ما بقاش بقاش مجهد. بديك القوة. هو زمزم الذي هي خافت على الابن ديالها. من ذاك الماء اللي طالع مجهد. فبقي هذا البئر الذي لا زال إلى يومنا هذا يسقي الحجيج ويسقي. سبحان الله. اذا هذه بلا حفره، بلا ما يحفر، بلا والو، تخرج الماء. سبحان الله. معجزات الله. اذا شو دابا القصه كي دايره. اذا البديه مع من مع هذا اسماعيل. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا ابن الذبيحين. الذبيح الاول اسماعيل، الذبيح الثاني وعبد الله والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قصة أخرى تاو. المهم إذا نلاحظ مع البداية ونحن نتحدث عن الأضحى كيفاش بدات بنبي. ما يمكنش نهضروا على عيد الأضحى غير باش نوضحوا للناس. نعم. دابا حنا كنهضروا على الحج، ما يمكنش نهضروا على عيد الأضحى بلا ما نهضروا على الحج. ضروري. ولذلك أصبحت هذا مسعى هاجر في هذا بين الصفا والمروة أصبح ركنا من أركان الحج. ضروري دير اش قلنا رمي الجمرات اللي بيجروا على الشيطان حتى هو داخل في الحج، ما يمكنش ما ديروش. بحال كتمشي للحج باش كتعيش هذيك القصه اللي طرات مع نبي الله، تتذكرها وتتذكر التضحيه. والحج راه فيه سفر وفيه تعب وفيه اذا نوع من التضحيه. اذا ونحن نضحي ينبغي ان نستحضر هذه القصه وبالمعاني ديالها والدلالات ديالها، ونحتاج ان نقراها قراءات واعيه وقراءات عصريه في عصرنا هذا لنستنبط منها ونخرج منها ونجبد منها العبر والدلائل والفوائد. وليس المراد كما قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سيدي ربي ما بغيناش نشريو الماعز ولا الغنم ولا البقر ولا الجمال وندبحوهم وناكلوا اللحم. صدق. نعم سيدي. دوينا على اصل العيد منين جا وكيفاش تولى عيد الاضحى. نعم. اشنا هي المواصفات ديال هذه الاضحيه اللي غادي تكون قربانا لله؟ طبعا بما انها هديه وقربان نتقرب به الى الله عز وجل،
فقد جعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات، منها ألا تكون هزيلة، ما تكونش ضعيفة ضلوعها كيبانوا، باينين. وألا تكون عرجاء، ما تكونش عرجاء، وألا تكون عوراء، ما تكونش وألا عوام يكون شي. قرنها مكسورا، وألا تكون أذنها مقطوعة. بمعنى العيوب لا ما يشوبها يكونش عيب. لا يشوب فيها عيب، تكون كاملة، حتى أن حتى ذاك ما نسميه بالديل ما يكونش مقطوع، الديل ما يكونش مقطوع، يكون واصل لذاك، صح. واصل كنقولوا الكعب ديالو اللي يكون فيتو ما يكونش مقطوع، الودن ما تكونش مقطوعة، ولا سس ولا شي حاجه ماشي مشكل. القرن ما يكونش مقطوع، مهم. ما تكونش هزيلة. مم. وصلى الله وسلم ضحى بكبشين في الأضحية ديالو كلها، كان يضحي بكبشين اثنين. أملحين مم. أسمنين أقرنين يمشيان في سواد مم. وينظران في سواد ويأكلان في سواد. هو اللي كنقولوا ليه احنا عندنا السردي. في المغرب السردي. مم. وكان يضحي بكبش عنه مهم. وعن أسرته، يقول هذا عني وعن آل محمد. والثاني كان يقول بسم الله هذا عمن لم يضحي من أمتي، مم. بمعنى أن الذي لم يضحي من هذه الأمة فقد ضحى عنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مم. منذ ضحى عنه. هذيك الاضحيه، مثلا انا شريت واحد الحول وجبته عندي للدار ياك، وداك الحولي يعني اما طاح في الدار او لا تجرح او لا شي حاجه، واش ما بقاش دايز للضحيه؟ لا إلا غير طاح ولا تجرح جرح عادي ديز التضحية. حنا اش قلنا أن لا يكسر قرنه مهم. او لا يولي الى يعرج، الى رجلو توعد فيها، كيبان لك هاز ديك الرجل او لا شي حاجه. ولا كيعرج بها. واذا هنا ما يبقاش دايز للضحيه. حسب انها بحال هديه غتقربها التديمه. نديروا حنا هذاك المقياس ديال الدنيا، شي هديه غتقدمها لشي شي مسؤول كبير، واش تقدر بغيت تعطي عليه تقدم ويا ليه عرج؟ شي حولي، واش غتعطيه شي حولي عرج ثاني حاجه، ولا عور؟ الناس اللي فما ما بالك بالله عز وجل. الناس اللي ما فحالهمش، نعم، واش يقدروا يشريو كبش صغير؟ هذا سؤال جوهري، الله يرحم لك والدين عليه. مم. الناس اللي ما فحالهمش، ولا انا اقول هكذا، الا بغينا الاضحيه بمنظور الاسلام راه لا تلزمه الاضحيه وما واجباش عليه الاضحيه. والاضحيات انا اذهب معك الى ابعد من ذلك، يقدر يعلق شي واحد على هذه الهضره كنقول، وانا اعي ما اقول هنا جيدا، ان الاضحيه ليست فريضه، ما بمعنى مفروضاش، انها سنه، ليست فرضا. واخا يكون عنده الفلوس. بمعنى انني اقول قد يكون الانسان له مال وما يذبحش. ولا يضحي، لا حرج عليه. لا حرج عليه. وقد فعل ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو خليفة للمسلمين، لم يضحي لكي يبين على أن الأضحية سنة، وإن كانت سنة مؤكدة ليس لكنها إلزامية. لا ترقى إلى درجة الفرض أو الواجب. الواجب شنو الواجب؟ الواجب هو الذي في فعله الثواب وفي تركه العقاب، خصوصا بمعنى إلا ما درتيش غتعاقب. وأنا الأضحية إلا ما درتهاش واخا عندي المال، أيمكن أن يعاقبني الله عز وجل على سنة مؤكدة؟ إذا الأولى هنا مزيان نحلوا هذه الوضعية ديال العيد. أصبح العيد، نقول حسب ما نراه في واقعنا، أصبح عيد الأضحى عندنا، أنا أتحدث عن المغرب الذي أعيش فيه، الأضحية عندنا في المغرب ما بقاش عبادة، ولا الطقس، ما بقاش تقرب إلى الله، ولات عادة، طقس، ولات طقس، ولات عادة، ولات تباهي. هذا الشيء فعلا هو اللي ولا التباهي، ولا شحال من واحد لا يجوز بعدا، لا عقلا. انا من الصباح وانا كنقول لك العقل ديما في كل حلقه كنقولها، العقل ياك الله يرحمكم، كل حلقه لا كنقولها. يجوز عقلا ولا يجوز شرعا انك تسلف وتكلف وتبيع حوايجك وتبيع شي حاجه. دابا كنشوفوا تبارك الله الابناك دايرين واحد الحمله كبيره، اللي بغى يشري الحولي ها هو الكريديت. وانا في نظري لا يجوز، ماشي في نظر، لا يجوز في نظر الشرع، او لا ياخذوا من مرجان بالتقسيط وبالعقل.
بالعقل وبالشرع وبجميع المقاييس. يقدر ياخذوا بتقسيط زعما. لا يجوز وياخذوا بالتقسيط. لماذا؟ ونحن نقول على انه ليس فرضا. مم. دابا علاش كناخذوه بالتقسيط وكنتكلفوا انت ما عندكش اصلا. اش كيقول لك ولا واش غنديروا مع الاولاد؟ هذه هي اللي بغيت نقول. غناخذوه مع الوليدات. دابا اذا هنا دابا إلا- واش دابا واحد السيد واحد الراجل عنده الدراري الصغار كيقول لي حيتاش الدراري الصغار كيديروا واحد الضغط على والديهم حتى هما الا كانوا كيتفرجوا فينا او لا نعم جاهم هذا الفيديو او نعم. هذا الريل بالصدفه، راه الا كان الاب ديالك ما عندوش فلوس راه لا ماشي ضروري تحرجه. يشري الحولي. ما تحرجوش الوالد ديالك، راه ما عندوش فلوس ما تحرجوش. نعم فهمتيني؟ كيقول لي بابا واش ما غاتشريش لينا الحولي؟ بابا شري لنا حولي يكون كبير. فهمتيني؟ هذا كيكون احراج. وهو كيقول لك على ود الوليدات غادي نشريو ديك الحولي. داك الحولي اللي غادي يشري واش غادي تعتبر قربانا لله؟ وهو اعلن عن نيته انه شاريه للولاد ديالو. واش غادي يتحسب قربان لله او لا ما غاديش يتحسب؟ لعلك اجبت. راه الله اعلم بنيته. نيته راه هو باش يرضي الوليدات. اذا ليس فيه اي تقرب الى الله عز وجل. زائد ان الاسلام يا عزيزي يا اخي الكريم، الاسلام يقوم على مبدا اليسر. التكافؤ اليسر، وعلى مبدا التكافل والتضامن. حين تحدثنا عن الصلاه اش قلنا؟ الصلاه الجماعيه. علاش؟ لان عندها ابعاد تربويه من تفقد المسلمين، اننا كنتفقدوا المسلمين. المهدي جا ولا ما جاش؟ اذا ما جاش مالو؟ كنمشيو نسولوا عليه. اذا هذا البعد الاجتماعي والبعد التكافلي خصو يكون عندنا من باب اولى حتى في العيد. وكنعرفوا الناس بما احنا كمسلمين كوحده ديال المسلمين، واحد العدد في دريبه معينه. اذا اردنا الاسلام اسلام كما ارضه الله عز وجل، خصنا نكونوا عارفين الناس اللي ما في استطاعش ديالهم اضحيه، والى ضامن احنا معاهم بحفظ كرامتهم، نحفظ لهم كرامتهم، ماشي بإدلالهم. نشري لهم أضحية ونصورهم ويجي ياخذ ونديروا ليه الشوع. لا، إلا كان التضامن وندوا الناس أضحيات ديالهم بشي طريقة من الطرق اللي تحفظ لي الكرامة ديالي أنا كفقير، هذا شيء جميل. أما إلا ما عندناش، اش كنديروا حنا كمسلمين اصاحبي؟ غير مسلمين ربما والدينا وجدودنا اللي ما كانوش عادات خلوها لنا وما فيهاش شي نوع ديال القرايه ولا ديال النبوغ. كاع اش كانوا كيديروا الناس؟ كيضحيو. ودوك الناس اللي ما مضحينش اش كيديروا في هذيك الاضحيه؟ اش كيهز هذا كسف. وتخيل معايا كل واحد كيعطي كسف، راه غا 4 الناس الا عطاو كل واحد كسف راه ولا حولي. راه الحولي كامل فيها 2 كسوف. فهمت؟ الا عطاوه 4 عطاو حول. وهذاك الفقير ما كيحسش بالضيم، كيلقى هو عنده اللحم وكيوكل وليداته دايز مع المسلمين. اذا هذا البعد الذي ينبغي ان نستحضره. اما تشري حولي، جارك بشحال شراه، بشحال شريتي الحولي، حتى كيقول لك الان الحولي وشحال شاريه. اذا هنا ينبغي ان نخلص نوايانا لله عز وجل، وان نطرح سؤال: لماذا انا اضحي؟ صح. قلتي الصدوق. نعم. لماذا نضحي؟ نعم. هذا هو التساؤل اللي خاصنا نطرحه. واحد طرح اخر اللي كنت باغي اللي انت كتحدث وانا كنفكر فيه هما الناس اللي كيشريو الاضاحي اولا كيشريو واحد العجل وكيفرقوا على دوك الناس اللي ما عندهمش. اش من اللي حسن؟ واش يعطيو لهذوك الناس فلوس اولا يعطيوهم اللحم؟ مادام ان دوك الناس ما عندهمش، يقدر يعطي فلوس، يكون هو اصلا ما عندوش فلوس. يقدر يعيش بهم في الحياه، ماشي يشري الحولي اولا تعطيه حولي يقدر ما ينفعه والو، هو محتاج للفلوس انه يخلص بهم الكراء اولا شي حاجه اخرى. كان الاجدر انه ديرها مناسبه للصدقه، وديك الفلوس اللي غادي تشري بها حولي لهذيك العائله اولا غادي تعطيها واحد 10 كيلو ديال اللحم اولا هذا تعطي عليهم فلوس. صحيح. ممكن هذا طرح اخر. نعم. ولكن هذا لا يمنع انكم تقدروا تعاونوا الناس وتشريوا من الحولي زعما لتفادي الحرج او لا. دائما اننا نفكر، او الاسلام يفكر دائما في مصلحه الفقير. صحيح. في مصلحه المحتاج. ديما الاسلام دائما كما تلاحظ في جميع عباداته وفي جميع مراسمه يفكر للآخر، حيث الدين ديال الإسلام في واحد البعد
ديال النفع، أن ينتقل نفعك إلى الآخر. أما الأمور التي تعود عليك أنت وحدك هذه تنفعك أنت وحدك، صحيح. ولكن صحيح. ماذا ينتقل منك إلى الآخر؟ كل ما ينتقل منك إلى الآخر يكون أجره وفائدته عند الله عز وجل أعظم. كنشوف واحد المشاهد أخرى ديال اللي كتكون في عيد الأضحى، ديال أول حاجة هي الأزبال. صح. كيولي الدنيا كاملة الشوارع حاشاكم وأعزكم الله كاملة زبل. غير هو هذه الملاحظ. واش زعما تتماشى مع الدين لا الإسلامي؟ لا أبدا أبدا، يستحيل أن يكون في الإسلام النظافة من الإيمان، والإسلام يدعو إلى النظافة. ولكن ورغم ذلك نقول حقيقة على أنه في هذه السنوات الأخيرة بدأنا نلاحظ على أن السلطات المحلية وهم أو النظافة الجماعات تحية لهم. من أحسن نقول له أحسنت، ومن أساء نقول له أسأت. آه. في السنوات الأخيرة بدا واحد شوية والله ديال كيديروا واحد الحملة كيديروا واحد كبيرة، واحد الحملة. المجهود مضاعف في هذاك النهار ديال العيد هذا شيء باش ما تبقاش جميل. الريحة وباش ما صح، تبقاش ما بقاش هذاك ديك الشيء المشاكل. ديال. ثم ملي ذكرتي هذه القضيه كنا نلاحظ على انه في هذه المناسبات الشباب كيجيو في شي دريبه كيديروا كيجمعوا العواد وكيبداو اش كنقولوا يشوطوا حنا الدراري الريوس. يشوطوا في الروس. الا درتي هذه العمليه مزيان، ولكن ملي تساليها اترك المكان كما كان احسن مما كان. اما انك تبغي كنقولوا بالدارجه تبغي تدبر على راسك وتشوط الروس وتحركهم لعباد الله ولا تشوطهم مزيان، هذا امر يهمك، الناس بغاو يتعاونوا معك، وعلى الاقل جمع هذاك الشيء وما تخليش. اما تخلي هذاك الشيء هذا ما انزل الله به من سلطان. وكنشوفوا واحد انه هذه كنعرفوها كاملين. نعم. في العيد الكبير وفي هذيك الفتره كيكون واحد الاسراف كبير. هل الرسول صلى الله عليه وسلم ملي كان كيضحي بجوج ديال الحواله، نعم، واش كان حتى هو كيدير نفس الحاجه اللي كنا كنديروا؟ أبداً. حنا كنقولوا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. أبداً. واش كان كيدير نفس الحاجه؟ واش كان اولا كان كيخبي داك اللحم ديالها في الثلاجه؟ ابدا. قال صلى الله عليه وسلم هنا شي مره كانت بحال شويه الضائقه عند المسلمين، قال كلوا ولا تدخروا. علاش؟ بغا دوك الناس اللي مضحين باش يطعموا، حيت كانت بحال شويه الضيق، الناس محتاجين. من بعد ملي حين رفعت تلك الضائقه قال كلوا وادخروا. كلوا وادخروا بمعنى اللي كنقولوا حنا غير في العرف المغربي عندنا كنقولوا كنقسموا هذيك الاضحيه الى 3 أتلات. ثلث ديال حنا كنقولوا كنخزنوه، هو اللي كنا كنديروا في العادات القديمه، كانوا كيديروا والدنا قديد ولا كذا. دابا مابقاش القديد، كاين اللي كيديروا كاين اللي ما كيديروش. دابا هذاك القديد ولا بلاستيك، ولا دابا الناس ما مشراوش الحولي. هذه عادات هي كيشريو بلاستيكات، كيشري البلاستيك باقي مشري الحولي وكيشري كيلو ديال البلاستيك. اش باغي دير في هذا الكيلو ديال البلاستيك؟ كيقول الماء ما غيبقاش باش كيفصل ويخشي في الميكا باش يخزن مزيان. خزن سيدي ما كاين باس، ولكن هذاك الخزين قسموا على 3. ثلث تصدق به. حنا اش قلنا؟ ربما كاع حنا نقولوا هذا الكلام بنادم ما دخلش ليه عقله والو، تحاك وشرا ياك، وشرا شي اضحيه شويه صغيره، وانت عرفتي انت ضحيتي بشي اضحيه مزيانه، وعرفتي جارك حداك ضحي بشي اضحيه صغيره وعنده وليدات. اذا من هذاك الثلث من هذوك الميكات اللي غتخزن 30 ميكا، وجبد واحد 10 عطيه وعطي لهذاك السيد مسكين اللي مضحي بواحد الحويله على قد الحال. اولا الا ما كانش سميتو كاع مضحي هذاك عطيه مثلا عطيه. وثلث تاكله وثلث تدخره وثلث تصدقه. وحنا المغاربه تبارك الله راه كنقول الحضاره المغربيه راه حضاره عريقه جدا. حنا فينا غير ما بقيناش متبعين ديك الاصول ديالنا، اولا الشباب ما انتقلش لهم هاد الاصول من الوالدين الله ديالهم. يرحم الوالدين. كنا كنديروا الدسم هذه الجيل ديالنا، والناس كيسمعونا دابا غيعرفوا كنا كنديروا واحد القضيه بلا شعور. واخا في العيد الكبير، حنا في العيد الكبير واش كنديروا؟ وكنبداو بحال قلتي ديك العرادات
واخا راه انت عندك اللحم والاخر عنده اللحم، ولكن كنجي النهار الفلاني كنعرض على صحابي ولا على العائله وكيجيو وكندير لهم هذاك اللحم اللي عندي انا وكنزوق عليه حنا في شويه الجيل ديالنا اللوز، شويه كنديروا، اللوز وشويه البرقوق حنا في شويه وقيتنا البيض في شويه وقيتنا في كذا. وقيتنا كنا كنديروا خيلوطه، كل واحد كيجيب شويه ديال اللحم هذه كنا كنربيو وكنديروا عليها وليداتنا، الدراري الصغار والبنيات الصغيورين كيتجمعوا مع بعضياتهم يديروا خيلوطه، وكل يصاوبوا دار طاجين كيعطوا ولا لها هنا جميله. وكيديروا خيروطه منا كيتعلموا يطيبوا منا كيتضامنوا منا حنا كنقولوا هما لاعبين مقصرين مع بعضياتهم. سبحان الله. علاش؟ باش كنربيو فيهم داك الحس التضامني. ثم صحيح. انا ملي كنعرض على صحابي ولا لشي حد في العائله راه عرفناه عنده اللحم، ولكن كنجي كتزيد ديك الاخوه باش وديك كندخل في هذاك في اطار اللحمه الأخوة. الاجتماعيه وفي اطار هذاك الثلوث اللي خصني نصدقوا داخل تما تا هو. داخل تما. هذا الله ينورك، الله ينورك بارك السي الله الضو. فيك. واحد الحاجه اللي مهمه وغادي نختم بها وفاقصه كاع الناس اللي هي الشناقه. هذوك الناس اللي كيشريو الاضاحي بواحد العدد كبير من عند دوك الكساب وكيزيد في الثمن ديالها او لا يبيعها بالدوبل. هذاك الفعل اللي كيديروا وهم عارفين ان الناس في حاجه لهذاك الكبش. واش هذاك الفعل اللي كيديروا واش هو جائز، واش هو حلال او بالطبع وبدون تفكير هو فعل غير جائز بالبتة البتة كما يقول العرب، فعل غير جائز. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا رحم الله عبدا اشترى سمحا وباع سمحا. شريتي نقولوا حنا التشناق بين قوسين، شريتي الغلم عندك فليسات، شريتي الغلم جمله، زيد واحد الهامش ويسير ولا تعسره. ومن نفس يا اخي يا عزيز يا سمد، الاسلام منظومه متكامله، راه ما يمكنش ناخذ واحد الجانب من الاسلام ونغفل عن جانب. الاسلام كيتخاض في عموميته في كليته. اش كيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. صحيح. انت شناق وشريتي غتربح 20,000، اربح واحد 10,000، اربح واحد 8,000، اربح واحد 6,000. نفس على الناس. وكان الناس الى عهد من العهود كيشريو وكيعطيو الناس. انا كنتيق فيك كنشري مثلا جهدك، كنشري واحد 2 حواله ولا 3، ولا كنشوف شي وحدين اخرى معاه كل واحد كيشري 2 حواله وكنجيبوا واحد 10 حواله كنقول تايقين فيك. كنقول السي المهدي انت كتعرف الناس، عطي لها الناس للناس بدون مقابل. وكتجي وكتعرف حتى الناس وكدي لهم ملي كيقرب العيد كديو كل واحد كتعطيه ورقته كتقول ليه يجي خذ العيد ديالك. اذا الا يعتبر هذا اني نفست عن مسلم كربة من كرب الدنيا الا ينفس الله عني وهو اعدل العادلين. والسيدي ربي ما كيشوفش هذه الحركه، ما غينفسش عليا بها شي ذنب كبير درته انا وغيسمح لي به بانني درت هذا الاجر. اذا هنا ادعو من هذا المنبر، ندعو كل من اعطاه الله وفره في المال ولا نعم عليه سيدي ربي بواحد شويه المال، او لا علاش ما يكونش عندنا الحس التضامني ونجمعوا. انا ما عنديش باش نضحي لواحد، ولكن عندي مشيط واحد 10,000 ونشوف الناس اللي حدايا، وإلا كل واحد فينا عطى 10,000 كلشي غادي راه واحد 6 ولا 7 راه نشريو حوالي ديال 60,000 ولا 70,000 ونشوفوا شي واحد ولا شي مرأة ولا شي راجل اللي محتاج في الزناقه عندنا ولا في الدريبه عندنا ونشريو ليه وبكرامته. كلشي غادي يعيد وبكرامته. وتا اللي عنده 10,000 ولا 20,000 تعطي لي سرا، تعطي لي سرا هاك شري الحولي ديالك او لا تجيب لي البون ديال داك الحولي ولا الورقه هاك سير جيب. من هذا المنبر عندك ندعو الناس الى ان يتضامنوا. اللي بغى الاضحيه بصح ان يضحي ببعض من ماله. إذا ضحى إبراهيم بابنه وضحى إسماعيل بنفسه ألا تضحي أيها المسلم ببعض من مالك وتتنازل عنه وأنت في حاجة إليه؟ فاش غتشري المناضة وتشري الديسير وتشري وتكبر هذاك الشيء واحد الجزء منه تصدق به وشري شي أضحية أو ساهم في شراء أضحية لأخيك المسلم. راه كاين ناس شارين 2 حواله ولا شارين عجل. إذا فاش غنشري واحد ولا غنشري عجل، نشري واحد ويكون عندنا الحس التضامني والحس ديال الأضحية وديال التضحية. وأضحي ببعض من مالي
لأساعد به المسلم الآخر، والله يطلع على ذلك، والأعمال بالنيات، ونسأل ولكل الله امرئ سبحانه ما نوى. وتعالى لكل امرئ ما نوى. هذه هي الكلمة الأخيرة ديالك السي الدوق؟ أنا أقول كلمتي الأخيرة: من نفس، أقول ما قاله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن أو عن مسلم أو عن إنسان كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. ومن سعى في حاجة أخيه سعى الله في قضاء حاجته. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وقضوا حوائج الإنسان بصفة عامة كيفما كان هذا الإنسان، ولا تنظر إليه واش هو مزيان ولا ما مزيانش، انت ماشي شغلك. انت دير هذاك كأنه هدية اهداها لك الله باش تقرب به إلى الله عز وجل. سبحان الله. كانت السيدة عائشة، وبهذا أختم، كانت السيدة عائشة، اش كتقولوا نتوما في اللغة الإعلامية ديالكم، انسبيراو من السيدة عائشة. السيدة عائشة كانت كتعطي الدرهم ديال الصدقة. واش كدير لهذاك الدرهم ديال الصدقة؟ كتخشيه في المسك، بحال اللي قلتي حنا باللغه ديالنا، ديرو كتشد البارفان وترشوا عليه. كترش على الدرهم وكتعطى للمسكين. فسئلت في ذلك: قال يا عائشه ما تفعلين؟ قالت واقول قالت نقطتان، اسمعوا مزيان. قالت: انما اضعه في كف الرحمن. سبحان الله، سبحان الله. وكانت هذه هي الحلقة ديالنا اللي تحدثنا فيها على عيد الأضحى. كيف ما طرقنا لهاد الحلقة، اللي ما عندوش راه ماشي ضروري أنه يشري الحولي، والناس اللي عندهم عاونوا الناس اللي معاكم واللي حداكم، والله يتقبل من الجميع. وما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناة، وتخليونا التساؤلات ديالكم في الكومنتير. الله يعاون. سين ولي.